بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم وصفه جميله جدا من وصفات الكيك. انا النهارده هعمل كيك بالشوكولات. حلوه جدا وخطواتها حلوه وسهله ويعني مش معقده قوي، ولو مشيتي معايا بخطواتها ان شاء الله هتعمليها صح 100%. النهارده الكيك بتاعي متكون من حاجتين. اول حاجه المكونات الكيك ذات نفسه، وتاني حاجه المكونات الصوص بتاعها. الصوص اللي هحطه على وشها هو ده اللي هبدأ بيه. انا مش محبذه قوي الكيكه اللي بتعملي ايه الصوص بتاعها منها فيها كده، وتاخدي شويه او كوبايه منها وتكملي على الكيك، ما بحبهاش قوي. انا بحب اعمل الصوص بتاعها لوحدها. الصوص بتاعها عباره عن كوبايه لبن وكوبايه سكر ومعلقتين كاكاو خام. وانا بحب اضيف لها معلقه يعني مش كبيره قوي قهوه، بتديها طعم ونكهه حلوه جدا. يعني هي ايه، يا دوب عايز تستغني عنها استغنى عنها عادي. والمكون الاخير بتاعنا زيت. انا هحط شويه كده في الاول وبعد كده هزود مع الخلاط. بعرفكم بس عشان ايه الخلاط ما بيبانش قوي، فبعرفكم انا بعمل ايه. يبقى كوبايه لبن عليها كوبايه اتحكمي بقى في الكوبايه زي ما انت عايزه. لو عايزه تعملي صوص كتير قوي كبري الكوبايه براحتك. يبقى كوباية لبن وكوباية سكر ومعلقتين كاكاو خام وزيت بالشكل ده كده. شايفين الجمال واللمعة اللي فيه؟ تحفة جدا. انا لسه على فكرة هكمل ضرب ليه، وهحط له كمان شوية زيت. الزيت هو اللي بيخليه يربط يا جماعة. فانتي ايه يعني ايه بالراحة وانتي بتحطي الزيت كده واحدة واحدة على حسب ما انت شايفة قدامك في الخلاط. هنا خلاص الصوص بتاعي كان اكتمل خلاص وبقى حلو جدا ولونه حلو ومتجانس بالشكل ده كده، وتقله حلو. انا حباه تقله كده، ما حدش يقول لي بقى ان هو تقيل حبة، لا هو تقله كده جميل جدا. هيثبت قوي على الكيك بالشكل ده كده. شايفين اللمعة اللي فيه؟ وناعم جدا جدا، ناعم جدا جدا. بس وانت بتستعملي الزيت حطي نوع زيت نظيف علشان الطعم بيبان قوي فيه. الحاجة دي ما بتدخلش الصوص ده ما بيدخلش فرن، فبالتالي الطعم هيبقى باين قوي. فحطي نوع زيت حلو عشان يطلع طعم الصوص جميل. هنا بقى الكيك ذات نفسه كوبايتين دي عليهم ايه، بتاع ده بودر، ظرف بودر. يعني هتحط العبوة كلها زي ما تكون بقى، ورشة ملح. طب ملح في الكيك ازاي يا جماعة؟ الملح مع الدقيق اساسي زي ما قلت لكم، ملح مع الدقيق اساسي، والخل مع المعجنات برضو اساسي، فما تستغنوش عنه ارجوكم يعني. انا بقى عاملة ديت. هنا كده انا عامله نص كوبايه لبن. مكونات الكيك بقى نص كوبايه لبن ونص زيت وكوبايه سكر وبيضتين. دي مكونات وكوبايتين دقيق وايه وفانيليا. دي مكونات الكيك. يبقى عيد تاني: كوبايتين الدقيق عليهم ايه ظرف بيكنج باودر، هتحطي كوبايه سكر عليها نص كوبايه زيت، وعليها نص كوبايه لبن. نص كوباية لبن مش قليل. انت دلوقتي هتشوفي معايا التركة اللي انا هعملها دلوقتي، هتعرفك ان انا ايه يعني ايه حاطة نص كوباية بقصد. وفانيليا بالشكل ده كده، وطبعا خل. هنا ضربتها المكونات كلها كده في الخلاط وهحطها على الدقيق. الدقيق ما بانش طبعا اللي انا حاطه فيه معلقتين كبار كاكاو خام. ما بانتش في هنا في التصوير خالص، فانا بعرفك ان بيتحط عليه معلقتين كبار كاكاو خام عشان هي كيك بالشوكليت، فلازم تحطي طبعا كاكاو بالشكل ده. هقلبه دلوقتي. هتحسي ان الخليط تقيل معايا كده، مش خليط كيك ده، يعني داخل على عجين شويه بالشكل ده. انا هقلب كده بالشكل ده لغايه كله ما يتجانس والدقيق يختفي تماما بالشكل ده. انا هنا يعني انا كنت حاسه ان هي لونها فاتح شويه، كنت حاسه ان لونها فاتح شويه. فانت لو عايزه تغمقيه عن كده زودي الكاكاو. انا بصراحه كان نفسي تبقى غامقه عن كده، بس هي يعني ايه مش عارفه يعني انا ما زودتش كاكاو ليه مش عارفه. انا حطيت معلقتين كبار، المفروض كنت احط ايه اكتر من كده على حسب ما انا شايفه شكلها يعني قدامي. بس هي برضو هتطلع غامقه وكل حاجه، بس انا كنت عايزاها اعملها دارك عن كده شويه.
قلبي بقى بالمضرب كويس لغايه كل الدقيق اللي فيه ما يختفي، مش عايزه فيها دقيق خالص. طيب هتعملي ايه بعد كده؟ انا طبعا هي المفروض المقدار بياخد كوبايه ايه، بياخد كوبايه سوائل، يعني كوبايه لبن. انا هنا حطيت نص لبن وهحط نص ميه مغليه. نص ميه مغليه على الكيك، ايوه نص ميه مغليه على الكيك. وش تتفرجي بقى على طراوتها وجمالها، هتحسي ان انت بتاكلي جاتوه، مش بتاكلي كيكه عاديه كده انت عاملاها في البيت، لا. قلبي بقى بسرعه قوي، دخلي الميه كده في المكونات حلوه قوي. هي تاخد بالظبط نص كوبايه ميه بنفس المقدار اللي انت عاملاه، يبقى نص لبن ونص ميه بالشكل ده كده. شايفين الخليط بقى خليط كيك دلوقتي، الاول كان سميك قوي، دلوقتي لا ده خليط كيك بالشكل ده كده. قلبي بقى كويس عشان دي فيها بيض، فما ينفعش ايه يعني ايه، ما ينفعش البيض يستوي او حاجه، لا او يطلع له ريحه، لا انت بتقلبي كويس جدا كده بسرعه زي ما انا بقلب كده بسرعه. خلاص كده الموضوع انتهى، وبتشغلي فرنك على درجه حراره متوسطه 180، وبتكوني مجهزة الصينية اللي انت هتعملي فيها، ومبطناها بزيت ودقيق بالشكل ده كده. هي بالظبط على حسب الفرن معاكي، شوفي بقى هتاخد معاكي انت قد ايه. انا خدت معايا بالظبط يعني ايه نص ساعة يعني نص ساعة ل5 دقايق حاجة زي كده، انا عشان فرني عالي شوية. دخليها بقى دخليها وهتستوي ان شاء الله وتبقى كويسة معاكي بإذن الله. بعد ما نخرجها بقى هوريكم انا هعمل فيها ايه. ادي بالشكل الجميل ده. اهم حاجة مساحي الصينية كده من فوق، علشان ايه ما تتحرقش معاكي ويطلع لونها وحش. خلاص كده دخلت الفرن بسلامة الله. نبدأ بقى ايه في التشكيل. طيب هنا انا كنت مختبراها طبعا، مختبراها بتاع ديت عصيان الشيش طاووق دي، عشان اعرف بس هي ايه استوت ولا لا. فهي طالعه مستويه وجميله. هنا بقى الحركه اللي بعملها دي بخرمها خرام كده بسيطه عشان هسقيها. طب هتسقيها ايه؟ انا هسقيها شويه لبن كده بس مش هكتر. اللبن برضو هيديها طراوه قوي فعلا، وهيدخلها في ايه في التيست بتاع الجاتوه كده. يعني هي شويه لبن صغيرين مش كتير، بس هيديكي تيست ان انت بتاكلي جاتوه فعلا. مع الصوص اللي احنا هنحطها على وشها هيتغير الطعم خالص، وان شاء الله باذن الله هيتغير الطعم خالص عن الكيكه العاديه اللي احنا بنحبها وبناكلها عادي بالشكل ده كده. انا هسقي كده بالشكل ده، بس ما تكتريش عشان ما تعجنش معاكي. يعني انا هحاول كده بالراحه اسقيها، بس ايه زي ما قلتلك ما تكتريش عشان ايه الكيك ما يعجنش. انا بس بطريها كده بديها ايه كده، بدخلها كده في تيست الجاتوهات كده والحاجات دي بس. طبعا معروف ان الجاتوه بيتسقي شربات خفيف او بتسقي يعني ايه حاجات كده، آم، شربات بالاطعم او كده، فمعروف ان شربات بيتسقي. هنا بقى هحط عليه الصوص بتاعي الجميل. طبعا دي مش الكميه كلها، الكميه كلها بصراحه طلعت لي كميه حلوه يعني. كوبايه اللبن مع كوبايه السكر ومعلقتين الكاكاو وشويه الزيت، بصراحه بتطلع لي كميه حلوه. يعني لو عايزه تعملي كيكتين مع بعض اعملي بنفس الصوص ده هيكفيكي جدا. ويعني اللمعه بتاعته حلوه قوي، اكنك بصراحه عامله شبه الشوكولات اللي هي يعني ايه النوتيلا والحاجات دي اللي بتتباع ديت، لا شبهها خالص. يعني انتوا شايفين اللمعه بتاعته قدامي، يعني مش مطفي كده ولا حاجه، لا لمعته حلوه جدا وطعمه لذيذ جدا على فكره. معلقه القهوه مديها تيست عالي قوي، لو مش حباها وما تحبيش القهوه ما تحطهاش. عندك بقى عندك حاجه من اللي هو النسكافيه والحاجات دي ممكن تحطي واحده برضو، بتديها طعم حلو. هنا هوزع كده على وش الصينيه كلها بالشكل ده، وهنزل كمان في الجوانب كده عشان الكيك من تحت تشرب منها.
بصراحة وصفات الكيك بتبقى حلوة جدا وليها وصفات كتيرة حلوة قوي وطعمها حلو واشكالها كتيرة، يعني ما تعتمديش على دي بس، او على كيكة البرتقال او على كيكة اي الزبادي او الحاجات دي. لا، الكيكات انواعها كتيرة جدا ومميزة قوي، وممكن تغنيكي فعلا كتير عن شراء الجاتوهات والحاجات دي. شايفين عامله ازاي؟ لا، الصوص ناعم جدا وحلو جدا، اتمنى ان انت تجربيه. اهم حاجه تضربيه كويس جدا في الخلاط، يعني تفضلي تخلطي فيه كده فتره حلوه علشان ينعم معاكي بالشكل ده كده. هنا بقى انا كنت بشرب بشرب شوكليت، فهوزعها كده. انت بقى اختيارك، عايزه تسيبيها كده سيبيها، عايزه تعملي زي ما انا بعمل كده عندك شويه، عندك قطعه شوكليت كده تبشريها وتحطها على الوش، هتديها تيست برضو عالي وطعم احلى، وهتعجبك باذن الله. اهم حاجه يبقى نوع الكاكاو اللي انت جايباه، قصدي الشوكليت اللي انت جايباه يكون طعمه حلو، عشان يديكي تيست عالي كده، دايب كده ببقك. انصحك برضو حاجة، ان انتي ما تزينيهاش وهي سخنة، تسيبيها لما تبرد خالص وتبدأي تزينيها، علشان ان الشوكولات اللي انتي حطاه كده ما يسحش معاكي. انا هنا كنت سايباها بردت قوي علشان اعملها، فده يعني ايه خلى الكاكاو ثابت عليها شوية بالشكل ده كده. زيني بقى باي شكل انت حباه، عايزاها زي ما انا قلتلك ساده من غير اي صوص او اي حاجه عشان ما تبقاش مكلفه عليكي، اعمليها. عايزاها بالصوص اعمليها، عايزاها بالشوكولاته اعمليها، فعلى حسب بقى. اهم حاجه الكيك ذات نفسه كان طعمه حلو بالشكل ده كده. انا بقى حابه الشوكولاته الكتير وحابه طعمها اكتر، فهزود بقى ايه زي ما انا عايزه. هزود شوكولات، هزود اي حاجه انا عايزاها، شوكولات شيبس للتزيين، اي حاجه انت حباها، شويه بارميزان كده عندك حطيهم، اي حاجه انت حباها حطيها على الوش. مش حابه خالص تحطي الشوكولات وعندك شويه جوز الهند فاضله من رمضان، رشيها على وشها، هتديكي تست، هتديكي شكل تحفه بجد، وطعم حلو طبعا. هنا بقى انا هزود الجرنش شوية، فهحط شوية كده شوكولات شيبس كده عليها بالشكل ده، زي ما انتي حابة بقى. بس طبعا بتمنى ان انت تجربيها بالطريقة دي، هتعجبك جدا جدا. يعني جربيها ان انت ما تعمليش الصوص من نفس المكونات بتاعة الكيك، حاولي تعمليها كل حاجة لوحدها، هتحسي ان الكيك كده غنية كده وطعمها احلى، وقطعة الكيك حلوة يعني كبيرة كده وحلوة، فتبقى طعمها حلو بإذن الله. وادي الشكل النهائي بتاعها. اقطعها بقى واجربها معاكم كده واوريكم القطعة عاملة ازاي. آه، حاولي بقى تقطعيها كده بشكل حلو كده، تديكي شكل الجاتو كده. هي اسفنجية قوي، وشوية اللبن، تسقية اللبن اللي انا حطيتها لها دي مخليها اسفنجية قوي وطرية كده وهشة. بس طبعا ما تكتروش من الحاجات دي طبعا، علشان ايه؟ زيادة في الوزن والحاجات دي بنحاول نخفف منها، يعني اكلوا العيال منها اكتر، بلاش احنا. اللي يعجبه بقى الوصفة بتاعتي يقولي طبعا في التعليقات، بحب جدا اتفرج على اقرا تعليقاتكم، وبحب جدا طبعا لايكاتكم، فيعني ايه مستنية كده منكم دعم ليا آه، عشان اكمل ان شاء الله. انا ان شاء الله عندي وصفات تانية كتير لانواع الكيك، ان شاء الله هعملها لكم باذن الله. بما اننا كده داخلين بقى على الصيف وكده، وهتحتاجوا حاجات حلوة كتير واليوم بيبقى طويل طبعا، مش عارفين تعملوا ايه، فايه طلعوا بقى همكم في الكيكات والحاجات دي بالشكل ده كده.
هي تعاملي معاها شويه باستحياء، علشان ايه؟ هي فيها صوص كتير، فعلشان ايه يعني تطلع مظبوطه معاكي والشكل حلو معاكي. يعني هي بصراحه شايفين يعني ايه بتفرق كتير قوي عن الجاتوه اللي انتي بتجيبيها من بره. لا، ما بتفرقش. لا دي وانا حطيتها لك اهي، هي التزيين بس دي هي اللي بتفرق، وانا حطيتها لك بالشكل ده كده. جميلة جدا وتسويتها حلوة مظبوطة، اهم حاجة تسوية الكيك والطعم بجد حلو. السلام عليكم ورحمة الله.